السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الثور حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفاعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفر. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك الفيديو، ننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عندكم حاجة جديدة، في ناس هتساعدك في حاجة. هيكونوا معاك بحماس، شراكة معينة لبعضكم. في آه عنده حفلة، حاجة كده معينة، دي بداية. في بداية مع مجموعة ناس، وفي حاجة حلوة هتكون وسط ناس بإذن رب العالمين. انت مترقب موقف، مستنيه، مستني حد يقرب، مستني رد على موضوع، في عندك طاقة انتظار في شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت ممكن يكون عندك علاقة مع برج الميزان، بس العلاقة مقلوبة، ما فيهاش توازن. انت وشخص مع برج الهوائي آه هيكون فيها شفاء، توازن بينك بينك وبين شخص مش مظبوطة. يعني ما فيهاش توازن، على طول فيها انفصال، ما فيهاش راحة بال. في ايه كمان؟ آه، مم- ممكن يكون حد خد منك فلوس، آه خد منك فلوس وما بيسددهاش. في تعاملات مادية بينك وبينه، ممكن يكون نصب. آه انت حزين مع تعامل مع الشخص اللي هو من البرج الترابي الهوائي ده، او انت طلبت منه حاجة وهو خذلك، لكن انت هتقدر تسيطر. هيكون في عندك سيطرة بعد التشتت ده، ممكن يسدد جزء من الديون او الزعل اللي انت فيه، اللي حاصل لك من ناحية الشخصية اللي من برج تعاون بقى مادي، وحقك هيجيلك. وحقك ممكن يكون كمان من برج ناري، بس في عندك حق وهيوصل من الشخص اللي عندك بينه وبينه مشكلة. انت وقفت وقفة، ممكن بتاخد قرارات. انت بحب كل شيء، لكن هيكون في وقفة. محدش يقدر يستغلني، محدش يقدر يجي عليا. هكون معاك وكل شيء، بس مش هيبقى فيه استغلال تاني. مفيش حد هيقدر يضحك عليا تاني. في كمان عندك هدايا جاية، حد هيديك، يا اما حد آه في حاجة انت مترقبها، مقابلة شخص، وده هيكون عن قريب بإذن الله. في تعلق بينك وبين الشخص ده، العلاقة دي هتتصلح. يعني لو في تعلق بالشخص، فعلا العلاقة دي هتتصلح. يعني انت ندمان وعايز بقى تخلص، او واخد قرار حاسم. لا اله الا الله. العلاقة دي بينك وبين الشخص ده هيكون فيها عطية، في حاجة بينك وبينه، وفي حاجة معينة هتثبت بعد ما خدت حسم القرار ده. انا بحبك، بس ما ينش عليا. كل واحد بقى حسب
الحاجة اللي هو فيه، الوضع، العلاقة دي فيها شغف من بعد ما انت سيطرت على الموقف، بعد ما اتخذلت في الشخص ده، بعد ما جه عليك. التعلق ده هتثبت، العلاقة اللي فيها مشاكل دي هتكون كويسة. ده بالنسبة لك توأم شعلة. هو مش توأم روح، توأم شعلة، في شغف مبنية كده. علاقة الشغف ممكن تكونوا أصلا مش مرتبطين مع بعض، دي علاقة توأم شعلة. لو مش توأم شعلة، في هيكون رجوع بإذن رب العالمين. ممكن يكون في عندك تشتت مادي أو تفكير في المادة، وعندك في تفكير في قرارين. ممكن يكون في مشروعين. آم، الرابطة اللي انت كنت مربوطها مع الشخص ده، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الرابطة اللي كانت مربوطة عندك دي، استغفر الله العظيم يا رب، انت هتفك الرابطة دي. يعني انت الرابطة دي كانت مربوطة كده، رابطة يعني كان فيها ربط معين في العلاقة اللي فيها شغف دي، انت مش عارف تسيطر، والوضع ده اتغير معاك. ممكن تفك العلاقة دي في أي وقت. مفيش بقى حكاية غصب عني. عندك فيه شخصين في حياتك، وعندك الموضوع ده التشتت. في شخصين انت كنت عايز تاخد القرار، عايز تقعد هنا، عايز تقعد مش مرتاح، لا انت بتقول مش عايز العلاقة دي خلاص. او شغلتين، انت خدت القرار ان انت تاخد بداية جديدة، وان انت تشفي نفسك. في عندكم انطلاقة حلوة قوي. هبدأ بقى ماديا، هبدأ علاقة جديدة، علاقة حلوة، في حاجة حلوة قوي هتفرحكم بإذن الله. أو أمنية أولاد، أمنية شخص، أمنية شغل كويسة، في حاجة أنت بتتمناها الفترة الجاية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حد آه عايز يشتري عربية وعنده تشتت، والموضوع ده اتأجل، إن شاء الله بإذن الله هتشتريها، سواء بقى تصليح، شراء، بيع. في حاجة بتخص السيارة، في حاجة في دماغك كده مشتتة بخصوص العربيات، حاجة بتتحرك بيها، سواء بقى كانت عربية، حاجة انت بتركبها. في عندك عتاب بينك وبين شخص بيضايقك في بعض الأمور، انت خدت قرار حاسم او فكرت فكرة وسبت شوية او انفعدت عنه. المهم ان الشخص ده زعلان قوي، الشخص ده هيكون فيه عتاب بينكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. في عندك آه طريق ما فيهوش مشاكل، يعني انت بتفكر ان انت تخوض تجربة معينة، عايز تعمل خطوة معينة، لا عمال تفكر ومشتت، طب اعمل ما اعملش، اعمل ما اعملش. قعدت كده في حبة تشتيش شوية، لكن مشي معاك الحمد لله، ما فيهوش عقبات ان شاء الله، في خطوات حلوة. في حد آه حد هيسلفك حاجة فلوس، ممكن تكون انت مستني فيها، مستني فلوس. في حد آه
هيديك. عندك حرف السين.